بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. عند رحيل الأوفياء الأسوياء ينتابنا حزن مستغرق بالبكاء. لما يا موت تخطف الأخيار؟ فحدثتني نفسي ألم تسمع قول حبيبك إنما يعجل بالخيار؟ فمهما كانت الأعمار فالأخيار أخيار، إن وصلوا 90 فقد عجل بهم لأنهم أخيار. رحلت عمنا حسن وستظل لدينا ولدى الجميع حسن. حسن الطيبة والمخبر لا يختلف عليك اثنان، بأدبك وخلقك وعصميتك كنت نبيل الخلق، بسيط الحياة متواضعا مرنا. فمهما قلت فيك وأسرت لن أعطيك حقك، لأنك أكلت حلالا وعشت حلالا وربيت أبنائك من حلالا من عمل يدك. فما أكرمك وما أحسنك عند مليك مقتدر. فاليوم أقول لأبنائه ومن سوء حظه أنه لم يرزق بالإناث، ولكن من حسن حظه أنه كان يأكل من عمل يده. فأقول لأولاده أبوك أبيك أباك خير ما ينطق به بعد الإله والرسول فاك. أباك وأماك سعادة دنياك وأخراك. رحل أبوك الذي كان روحه فيك وبسمتك وسعادتك ترضيه، حتى لو كان آلام الدنيا فيه. هذا هو الأب، الكيان والكينونة. الأب جمال الحياة والأم بنيانها، وعند فقد الأب نفقد بنيان الحياة وكيانها. ولكن إذا استعنا بالله وكنا على دربه كنا كيان. فالاعتصام واجب والأخلاق مستوجبة. تساقطت دموع الوفاء على أرض العزاء، فبكت عيون وابتلت جفون على رحيل شيخ جميل من عبق الزمن الجميل الذي إليه أميل. ولكن لا أملك إلا أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فمما لا شك فيه أن الموت أمر محسوم وقدر محتوم، وحياتنا لا تدوم. فسبحوا معي الحي القيوم الدائم والكل لا يدوم. تمر الأيام وتنقضي السنين، وبين أمل وألم وسعادة وأنين يتوقف قطار الحياة عند
عند محطة الموت، تلك المحطة الإجبارية التي لا لبس فيها ولا كان من كان أن ينفيها، فعلمها وزمانها ومكانها عند باريها. فللموت جلال وللموت عظمة، ولكن حياة مرة فلح فيها من فلح وفسد فيها من فسد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هم يا حبيبي يا رسول الله؟ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فليكن أولاده كما ننظر إليه الأولاد الصالحين، أو بمعنى أكثر وضوحا الأبناء الصالحين الذين يدعو لأب عظيم فعل ما في وسعه حتى رباهم وأحسن تربيتهم، وكان كل منهم في مكانه، فقد فعل وأدى رسالة الحياة. ولنفسي وللحضور أقول: كم من الأحياء على الأموات محسوبين، وكم من الأموات على الأحياء محسوبين بأعمالهم ومآثرهم وصنائع معروفهم من أرض العزاء. تحية ودعاء ورجاء. فأما التحية لمن حضر العزاء ولمن انتوى العزاء ولم تسعفه الظروف على حضور هذا العزاء. وأما الرجاء إلى رب الأرض والسماء أن يرحم الفقيد وينزله منزلة الشهداء. وأما الرجاء أيضا لرب الأرض والسماء أن ينقي قلوبنا من الحقد والرياء والنفاق والكبرياء، ويجعلنا إخوة متحابين غير مرائين ولا منافقين ولا متسلقين، متعلقين بالله رب العالمين. وأن يحفظ لنا مصرنا ويبعد عنا شرار الناس ويحبب إلينا خيار الناس. الحضور الكريم، الكلام معكم جميل والمكوس معكم أجمل، ولكنني أرى شيخنا ينظر لي بطرف عين لكي يعتلي منصة التلاوة، ليوفقه الله ليتلو علينا بما فتح الله عليه من كتابه العزيز القرآن الكريم، كلام الله المنزل على رسول الله، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر. أعظم كلام لأنه كلام الرحمن. فعزائي إلى كفر حجي بأسرها، لا أقول هذا أو ذاك، فكلها بلد واحدة وكيان واحد، وأولى وأوجب بالعزاء. وعزائي إلى نفسي وإلى أولاد الفقيد الذي أكن لهم كل حب وتقدير لما لمسته في أحدهم من أمانة وصدق وإخلاص. الأستاذ ممدوح حسن توفيق، أقول لك اليوم رحل أبيك الذي كان روحه فيه
ولكن من الآن محتاج إلى دعائك له ليل نهار، فالأب لا يعوض، ومعروفك وبرك بعد وفاته أن تدعو له وأن تصل من كان يصله. فليتفضل شيخنا الجليل ابن منطقتنا، وشرف لنا أن يعتلي منصة التلاوة أبناء المكان، فهم أولى وأوجب، ولما سمعناه من هذا الشاب المجتهد الذي أعطاه الله حسن صوت وأدب وخلق، وهذه صفات القارئ. ولكن أقول له فليعلم قبلي أن القرآن غالب وليس مغلوب، والقرآن يحب التواضع، فكن متواضعا دوما يرفعك رب الأرض والسماء. فليتفضل شيخنا مشكورا، فليكن أمامنا قيصرة السماء. محبكم عبد السلام الأخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم
عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يا رب الله يكرمك يا رب الله يكرمك حبيبي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة الله يكرمك يا رب الله يحفظك يا حبيبي يا رب يا رب يا رب بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى
يشاء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الله يسعدك. الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الله يكرمك يا رب. فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله
أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنني
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما فاستمع لمن يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الساعة آتية يا رب الله يحفظك. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يا رب. قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية
سعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى صدق الله العظيم. من خواتيم سورة مريم وصدر سورة طه، وسورة طه التي يبلغ عدد آياتها 135 آية، ويبلغ عدد كلماتها 1354 كلمة، ويبلغ عدد حروفها 5288 حرف. كانت هذه التلاوة لذلكم العلم الإذاعي الكبير وفخر قراء محافظة الشرقية بلبل وكروان الوطن العربي، فضيلة القارئ الشيخ عماد علي إسماعيل، القارئ والمقيم بالفريحة مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أسير موجاتنا الصوتية والهندسة الإذاعية، صوتيات القرآن الكريم منتقر له الصوتيات العالمية، مهندس حمادة حمودة، مهندس السعيد حمودة البوري مركز ومدينة أولاد صقر. ومن داخل لؤلؤة السرادقات وكبرى محطات الديزل والأضواء الكهربائية الحديثة مهندس عبده مصباح مقيم بقصاصين الأزهار مركز ومدينة أولاد صقر. الخدمات الفندقية الممتازة إدارة المتر خالد العز المقيم باليوسفية مركز ومدينة بني عبيد. وقد قام بتصوير هذا الحفل القرآني الكبير مهندس محمود عبد الفتاح المقيم بمنشأة الأمير مركز ومدينة أولاد صقر. أيها الأخوة المؤمنون، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.